وذاكم الملك الحازم المغوار قطز هازم التتار. ترى الأسود له خرصا ضراغمها يرعدن من فرق منه إذا زعر. بعثه لاك رسالة إنذار حملها 40 علجا من وحوش التتار، قال فيها ما مضمونه في اختصار: إنا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم. نحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكا. أي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم؟ خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال. الحصون منا لا تمنع والعساكر لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. من حاربنا ندم ومن طلب الأمان سلم، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. وقطز منية ليس تبغي غير طالبها، وكوكب ليس يبغي غير عفريتي. ما إن قرأ الرسالة حتى أمر بقتل جميع أعلاج التتار حاملي الإنذار، وتعليق رؤوسهم في شوارع القاهرة الأبية رفعا للروح المعنوية، لأن الناس كانوا في رعب من الأخبار التترية. وفي عين جالوت وفي سهل جالوت وفي يوم الجمعة من رمضان التقى الجمعان، وفي البداية كاد النصر أن يكون للتتار، وعندها أدرك المغوار أن الهزيمة ستكون سقوطا لآخر قلاع الإسلام، وستكون مكة والمدينة هدفا للروافض مع الخونة التتار. فنزل عن ظهر فرسه وخلع خوذته وألقى بها وصاح: وإسلاما وإسلاما. ثم مرغ رأسه في التراب ودعا: يا الله يا جبار، انصر عبدك قطزا على التتار، لتدور الدائرة وينهزم التتار وينتصر أهل الإسلام، وكفت أكف البغي من كل معتد، وأعلن حمد الله في كل مسجد. واستطاع هذا العملاق تغيير حال أمة بأسرها من حضيض الهزيمة إلى قمة النصر في سنة واحدة هي مدة حكمه، مترجما بفعله ما جرد الصمصام ذو همة عند اعوجاج الأمر إلا استقام. وذاكم السلطان صلاح الدين يقول: والله إني لأستحيي من الله أن أضحك والمسجد الأقصى ما زال بأيدي الصليبيين. ثم قام أولا بالقضاء على الخونة الروافض العبيديين، إذ تبين له أنهم مصدر إمدادات الصليبيين. وعندها تمهد الطريق إلى حطين ليبر بقسمه ويطهر الأقصى من دنس الصليبيين، ولذا أطلق عليه الروافض خراب الدين، وتلك شهادة له بأنه صلاح الدين. فما ضرني نذل غدا وهو لي شاني، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فغربانها لا يخطرون على بالي.